الحكاية هنا مش بس عن الحرفة اللي بقالها مئات السنين ولسه مكملة، ولكن مكملة بمين وإزاي ورايحة فين وممكن تروح لفين لو دخلها فكر جديد وروح جديدة شايفة إنها تقدر تاخدها لحتة تانية. حسن صاحب براند الدرويش المتخصص في المنتجات الجلدية، هو فنان موهوب من الأجيال الجديدة اللي قدر يدخل صناعة الجلد بفكر وتحدي للدارج والاستنباط ويقدم حلول وتصميمات مناسبة لحياتنا اليومية بجودة وإتقان عالي. هدفه الأول إن القطعة اللي حد هيختارها تبقى زي رفيق وتعبر عن صاحبها وحياته وتجاربه. خلق لنفسه ولفريقه وللحرفة كلها آفاق وفرص هو شخصيا ما كانش متخيل هتجيله وتدق بابه. اسمي حسن درويش، خريج كلية تربية فنية 2018. شغال في الجلد من سنة 2013، من أول سنة ليا في الكلية. كان أكتر إن أنا عايز أجرب فيه، كان يعني يعتبر شغف يعني كنت برجع لها في أي وقت فراغ، ففهمت من إن أنا بحبها يعني. أول منتج عملته كان محفظة، كان فيها مشكلة، كان فيها حزام، فكانت حاجة غلط جدا يعني. أول حاجة بقى عملتها وكانت حلوة كانت شنطة عملتها وأنا في الكلية، كان الديزاين بتاعي وكذا حد اشتراها، كانت كل يوم في حد لابسها يعني زي بريطانيا كده واللي خلاني ابقى عايز اعمله براند وكده ان انا لقيت ناس تانية عامله براند بالشغل بتاعي، يعني ناس كانت بتشتري مني كميات وكده، لقيتهم عاملين براند بالحاجات اللي انا بصنعها، والموضوع كان حلو معاهم ولقيت يعني انا ما كنتش عندي ثقه خالص في المنتج بصراحه، ففهمت من هنا وابتديت ان انا اثق شويه في الموضوع يعني. بس انا ما عنديش وقت لان الكليه بتاخد وقت كبير جدا، وبرده ما كانش حاجه مربحه قوي يعني، ما كنت يعني برضو كنت عندي مشاكل، بس فضلت مكمل علشان دايما عندي فكره اللي هو طب اخلص اللي في ايدي دلوقتي وابقى اشوف، طب اخلص اللي في ايدي دلوقتي وابقى اشوف. فالحمد لله الموضوع ده مشي كده، يمكن لان زي ما بقول لك هي كانت في الاول كانت هوايه اكتر، ان انا كل يوم بعمل حاجه عايز اشوف هي هتطلع عامله ازاي، فبفضل مكمل فيها لحد ما تخلص ايا كان هتخلص امتى، عشان انا نفسي اشوفها هتبقى عامله ازاي. فمن هنا بقيت ملتزم شويه في الموضوع وبقى يومي، فده اللي خلى الموضوع يعني ينجح شويه، يقلب بيزنس عادي، يظبط شويه. ما هو قلب بيزنس لما الحاجات دي طلعت وبقيت بوريها للناس فبقوا بيشتروه، فبقى معايا فالفلوس هي اللي فهمتني ان ده بقى بيزنس يعني. لما ابتديت ان هو اجيب حاجات من الشغل ففهمت ان ده هيبقى شغل او حاجه اقدر اعتمد عليها شويه حتى وانا طالب. اكتر فتره كانت فيها مشكله عندي فعلا وما كنتش عارف انا هكمل في الشغل ده ولا هشوف شغل تاني ولا هعمل ايه، فتره الكورونا. فتره الكورونا دي كانت تقريبا من اسوأ الفترات اللي عديت بيها في الشغل يعني. ما كانش في اي حاجه، ما كانش في حد بيسأل، ما كانش في حاجه خالص. واصلا كنت لسه مخلص جيش وبكل اللي معايا عملت سيشن وديزاينز وبتاع، وكنت متفائل جدا خلصت الجيش اخر 2019 تقريبا، شهر 12 2019. عقبال ما خلصت الحاجات دي جه شهر 3. فدي الفتره دي اتشقلبت فيها كتير وعملت كورسات اونلاين جلد، عملت حاجات ما تتعملش لما طول الوقت في اوبئه، في حروب، في كوارث، في مش عارف، طب ما انا هفضل عايش على الهامش. بس برضو رجعت بصراحه فكرت قلت ما انا مش هعمل اكل يعني، مش هروح لحاجه اساسيه ازاي، ما خلاص ما هو ربنا لو رايد حاجه هتكون يعني. طيب ايه اللي بيميز الدرويش عن اي براند ثاني؟ ايه اللي بيميز الدرويش؟ مش عارف كان في وقت الكورونا كان في طبعا الماسكات والناس بتلبس الماسكات وكل حاجه، فمن هنا كان في يعني ربطت موضوع الكورونا بالطاعون زمان، وكان ان الدكاتره بيلبسوا ماسك كده شكله ايقوني قوي يعني، هو يعني مشهور جدا عن الموضوع. ان هو كان المفروض ان هو زي الماسك يعني اللي بيمنعهم من ان هم يتعدوا في وقت الطاعون، فعملته وقت الكورونا ويعني قلت ان انا عملت ده ونزلت الصور، فمن هنا اتعرف شويه ان انا ممكن اجرب او احب ان انا اجرب يعني حاجه جديده بجد. ايه احساسك اول مره لقيت الشغل بتاعك في مسلسلات التلفزيون؟ كنت منبهر بصراحه والله كنت منبهر. انا اول حاجه عملتها كان في كيرة والجن، بس ما كانش قوي الموضوع زي الباقي لان كانوا طالبين مني منتجات عاديه، مش موضوع قوي، طالبين نوت بوكس، طالبين مش عارف حاجات فيها تغيير بسيط، فتمام وما يعني ما ظهرتش قوي. اللي بعد كده اللي هو كان الف ليله وليله، اول حاجه اشتغلت فيها كانت فعلا فيها حاجات غريبه. واحد اسمه اسلام اليكس، هو بتاع بيعمل سبيشال افكت والميك اب والحاجات دي، فهو كلمني عشان اعمل
طقمين كده زي دروع وبتاع، فرحت وقابلته وبعت لي الصور وشفناهم وبتاع، وقال لي شوف لو تعرف تعملهم. هو ما قاليش اعملهم خالص. انا رجعت في اليوم ده عملت واحد منهم. قعدت بقى يعني قعدت لفيت، كنت بصراحه بلف عامل زي النحله اللي بتموت دي، مش عارف كنت قعدت والله الف زي الدبور كده لحد ما عملته وبعته له بالليل، بعت له صورته بالليل. قال لي شكرا وبرافو، بس انا ما قلت بس هو كان ذوق قوي بيشتريها مني وبتاع. ومن بعدها بدأنا شغل. بس فعلا انا كنت اللي هو مش مصدق، وكنت مبسوط وكنت حابب الموضوع قوي، ان انا هعمل حاجات بقى كفايه شنط. يعني انا بحاول ابدع في الشنط، بس الشنط في الاول وفي الاخر هي منتج انا بعملها علشان استخدام، لكن عايز اعمل حاجه بقى اجرب فيها حاجه جديده. فالحمد لله الفتره دي يعني ربنا بعت لي الموضوع ده عشان اجرب الحكايه دي، ومن ساعتها يعني الموضوع بقى كويس معانا ومشي. بس انا فاكر اليوم ده كويس يعني. كان بالنسبه لك تشالنج، انت عايز تثبت لنفسك الاول انك هتعرف تعمل دي وتطلعها حلوه لدرجه انك هتبعتها له وانت واثق ان انت عامل حاجه حلوه. لا انا كنت برضو بادئها اللي هو انا يعني هو انت كنت تقصد كده اللي هو حاجه عادي كنت بجربها، كنت عايز اجربها قوي بشكل اللي هو ايه، خلاص احط فيها خامه واحط فيها شغل واحط فيها وقت، ما عنديش مشكله، بس افهم هي بتتعمل ازاي. بس اللي انت قلته لي بقى يا حسن قبل كده ايه، انت طول الوقت قاعد عمال تجرب. طبعا. فواضح ان ده جزء من شخصيتك. يعني في ديزاينر في طاقه. أيوة. عايز دايما تقعد تجرب تطلع حاجه جديده، تتشالنج نفسك، انه لما يجي لك عميل يقول لك على زي تعديل او حاجه انت عايز حاسين ان انت لا انا عايزها شكلها كذا، او في حاجه مهمه قوي انتوا ناسينها، او في حاجه زي كده، انت مش بتاخد الموضوع تمام لذيذ وبتاع بس يعني ادينا عملناها بقى وخلاص خلينا نعمل حاجه تانية. لا انت بتعدل في اللي انت عملته وبتقعد تخترع حاجات تانية جديده، علشان حاسه انه دي جزء من ان انت بتفرغ طاقتك فيها، طاقه اللي هي فنيه او طاقه بالظبط. يعني لا بالنسبه بصي هو في كذا حاجه. بالنسبه للمنتجات انا دايما بحب ان المنتج ما يبقاش فيه عليه خلافات كتير، او يبقى الحاجات العاديه، ان المنتج بيحرر لانه جلد عادي في الصيف هيحررك، او ان المنتج مثلا الجلد بقى طري، دي طبيعه الخامه. انا في حاجات انا مش هقدر اتحكم فيها، زي مثلا ما الحاجات القماش ممكن تتقطع، طب ما خلاص يعني عادي. لكن حاجات في التصنيع نفسه دي اكيد بتبقى حاجه لازم نتصرف فيها، او لازم نلاقي لها ابديت. الديزاينر يعني اني الاقي حل، مش هي كده وخلاص. بالظبط. هو ده التصميم اللي انا عملته، لا انا عايزه الاقي حل. هي بتبتدي كده ان انا بعمل الشكل اللي عاجبني واعرضه. ايوه. او احيانا بجربه في الاول. أيوة. اشوف الناس هتشتريها هتقول ايه، هيفضلوا يعدلوه لحد ما بيبقى مريح شويه، او بيبقى فيه كل الفيتشرز اللي هم عايزينها، او برضو دايما الستات بتطلب حاجات انا مش فاهمها او انا مش عارفها. يعني وانا بصمم انا ما بقاش عارف ان ده ممكن يكون مطلوب او ده ممكن يكون رئيسي في الشنطه، وفي حاجات تانية بعملها بيقول لا ملهاش لازمه. فدايما الموضوع مختلف يعني، بس واحده واحده بنفهم والديزاين بيثبت لحد ما بس على فكره مش دايما الحاجات اللي ناس كتير بتسال عليها بتتباع خالص. ايوه خالص، او بتبقى حلوه اصلا. الاكتر من كده بقى لما بجيب ماتيريال جديد، الماتيريال بيحببني في ديزاين معين عليه هو، فلما بنعمله الناس بقى بتطلبه بالوان تانية فبيبقى ديزاين. يعني الموضوع بيمشي بالشكل ده. ايه الحاجه اللي احنا عايزين نبروزها في المنتج، او ايه الحاجه الفاليو اللي عندنا او اللي احنا حابينه، هو الماتيريال نفسها، الجلد الطبيعي نفسه. علشان كده مش بنعمل عليه اي اشكال، مش دايما بنحب ان الجلد يبقى جلد هو كده. المحور جلد كده، انت ماشي في حاجه جلد عليك ظابطه الشكل، او شايله حاجاتك، او مش هتتقطع، او واخده حاجات كتير وشكلها مناسب، او عمليه معاك، او هتعيش. ليه مميزات كتير قوي، بس شكله جميل. يعني انا عن نفسي اكتر حاجه بحبها هو شكل الجلد نفسه. طب انت بتعتبر زي ما كنت بتقول كده انه المنتجات الجلد هي حاجات سيزونال اكتر، يعني صيفي وشتوي، ولا لا مش شرط؟ المنتجات الجلد فيها كذا حاجه، ففيها حاجات موسميه وحاجات لا، وحاجات موسميه وحاجات لا، وحاجات موسميه وهكذا. تقدر تقول ان طول السنه بتبقى في شغل بس بيختلف حسب السيزون. صحيح. واحنا برضو زي ما قلت لك احنا مش بنحب ان احنا نتوقف على حاجه معينه او ما نعملش حاجه معينه او اي حاجه. احنا بنجرب حاجه كل يوم او يوم بعد يوم او مش عارف، فدايما اي حاجه بتطلب مننا بنجربها لحد ما الحمد لله تظبط معانا او ما تظبطش، عادي بتحصل.
ونشتغل فيه. فمن هنا جاي ان احنا بنشتغل معظم السنه الحمد لله. لكن غير كده لو احنا معتمدين على منتجات معينه او على حاجه معينه، لا طبعا في اوقات كتير مش هنشتغل. ايه اكتر تعليق بتحبه لما الناس تشوف حاجتك، وايه اكتر تعليق ممكن يضايقك شويه؟ اكتر تعليق بحبه لما الناس تشوف حاجتي ان المنتجات لما بتقدم بيبقى شكلها احلى. ده اكتر تعليق بحبه. اكتر تعليق مش بكون مستنيه هو ان الجلد بيتخربش، او ان الجلد مش المفروض ان دي جلد طبيعي، ليه بيحصل كذا ليه بيحصل كذا. وده اللي خلاني اعمل فيديوهات كتير واحاول على قد ما اقدر ان انا اشرح الموضوع شويه، ان ما تستناش يعني ما تشتريش شنطه جلد طبيعي بالذات من الخامات اللي احنا بنستخدمها اللي هي ما فيهاش كيماويات دي، وتستنى ان هي تفضل بشكلها طول الوقت، لان هي بتكون خامه مش معزوله، مسامها مفتوحه للحياه، بتشرب اي حاجه، ومن هنا بيجي ان هي بتقدم وبتاخد تجربتك انت الشخصيه. والشنطه دي لو يعني في ممكن تبقى شنطه واحده مع شخص يبقى ليها شكل، مع شخص تاني مع الوقت يبقى ليها شكل تاني خالص. هو ده اصلا اللي انا بحاول ان انا اقوله وابيعه، مش مجرد منتج عاجبني عامله، لا هي الخامه نفسها هي اللي بتخلينا نعمل المنتجات بالشكل ده، او هي اللي بتلهمنا للحاجات دي علشان يفضل معاك قطعه طول الوقت شكلها بيتغير، ولكن هي عمليه وليها شكل، وكل شويه شكلها بيبقى اقدم وعتيق اكتر، فانت تحبها اكتر. يعني انا شنطتي انا اقدر اعمل احسن منها بكتير، وخامه احسن فيها جيوب وتقدر تنفعني اكتر واكتر، بس انا مش عايز ده، مش عارف ليه. انا حابب الشنطه دي اكتر، عليها بقع انا فاكرها ليه من ايه. ان انت ممكن تجيب واحده جديده وتسيب دي. ممكن اعمل لنفسي واحده يعني احلى بكتير، ولكن لا، انا حاسس ان هي صديق مشي معايا في حاجات كتير قوي. يوم فرحي مثلا في الاخر مسكت الشنطه دي وعملت مش عارف ايه بالسفريه ايه حصل ايه، فلا فاكرها ومش عايز اركنها علشان ما تتنسيش. فده اللي انا بحاول ان انا اقوله من الحاجات دي. الجلد الطبيعي هو اولا حاجه ربنا اللي عاملها الحمد لله، ثانيا هو طبقه واحده، هو عباره عن انسجه ماسكه في بعضها وفي فوقيها بشره اللي هي البشره دي بس. مفيش حاجه اسمها ان هو يقشر يتقطع يتفتل لا، كل ده بيبقى فين؟ في الجلد الصناعي اللي هو بيبقى حاجه بنحاول نخلي شكلها زي الجلد الطبيعي. اللي احنا بنقدر نعمله او الانسان بيقدر يعمله ان هو بيخلي فيه طبقه بلاستيك شبه الجلد الطبيعي، ولكن دي مش هينفع تبقى لوحدها، هتتقطع بسهوله جدا. فبيتحط قماش تحتها او حاجه من انواع القماش، مع الوقت الطبقه اللي فوق اللي هي بتبقى بلاستيك شبه الجلد الطبيعي او شبه الجلد اللي احنا عايزينه بتتقشر بتبوظ بتتقطع، فبيفضل لك تحت القماش. وبتبقى بيبقى عند الناس فكره ان الجلد بيتقشر اصلا، لا ده من الجلد الصناعي. الجلد الطبيعي اقصى حاجه هتحصل له ان هو هيتنحل شويه، هيبقى هيقدم، ممكن لونه يتغير شويه، ممكن يغمق شويه، في جلود ممكن تفتح. الفرق بقى بين خامات الجلد الطبيعي في فروقات كتيره جدا وضخمه جدا، ولكن خلينا نقول ان الجلد الطبيعي زي جلدنا بالظبط. مفيش حد في الدنيا كل جسمه نفس الدرجه، فطبيعي ان الجلد يبقى فيه درجات ودي حيوانات عايشه براحتها خالص، فمش مهتمه باي حاجه، فجلدها فيه حاجات كتير قوي. فعشان كده لما الواحد بيصبغ صبغه طبيعيه بيكون الجلد مش كله لون واحد. اول حاجه، تاني حاجه المسام بتبقى مفتوحه وبتشرب اي حاجه، يعني لو الواحد مسكها كتير هتلاقيها شويه شكلها غير، لو مع الوقت هتلاقيها شويه مطت ريحت، حصل كده غمقت فتحت. فكل خامه حسب استخدام الشخص اللي هيستخدمها. وزي ما قلت لك قبل كده الخامه نفسها، قوامها، لونها، شكلها، الوش بتاع الجلد، سمكها، كل الحاجات دي هي اللي بتحدد دي هتبقى حلوه في ايه. ودي حاجه بتيجي مع سنين طويل. يعني انا بقول لك ده دلوقتي ان الخامه هي اللي بتخليني اعمل الشكل ده او بتاع ده من قريب بقت تخليني اعمل كده، لكن قبل كده لا، كنت بجرب اللي انا عايزه وتطلع بايظه وتطلع مش مظبوطه قوي وتطلع مش احسن حاجه، لان انا لسه بجرب مش فعلا بقيت مع الوقت بعرف شويه جودة الجلد ده هي المطلوبة ولا لأ، أو ده الجلد ده كويس ولا سعره أكتر من اللي يستحقه. يعني شوية حاجات كتير كده بتحدد، ولكن لأ مع الوقت هتتفهم. يعني بالذات يعني مع سنين في استخدام الخامة والاحتكاك بيها والشغل معاها وكده تبتدي تتفهم شوية.
كان في اكتر من مصدر بتجيب منهم قبل كده وبعد طبعا زمان كنت بجيب من اي حد يعني اي حاجه تعجبني من بعيد كده بجيبها من اي حد، لكن لا بعد كده طبعا فهمت ان يعني لازم اثبت عند الناس اللي بتحافظ على الجوده بتاعتهم، حتى لو مش عنده الحاجات اللي انا عايزها، ولكن بيفضل في دماغي. بقينا نطلب خامات مخصوصه لينا احنا، بقينا نروح الروبيكي، نروح مدابغ مش بس محلات جلد. يعني فهمنا اكتر شويه الحاجات، بقينا نطلب حاجات معينه. لا الجلد ده عايزينه حيوانات كبيره، لا عايزينه مش عارف ايه، لا اوروبي، لا مصري، لا ذكر بس، لا مش حاجات بتطلب كده بنبقى فاهمين احنا عايزين منها ايه. يعني ممكن تقول لنا باختصار الخطوات بتاعه الجلد عموما، يعني من بس باختصار، يعني اكيد هو مراحل كتيره بس اللي هي المين الحاجات الاساسيه لحد ما يوصل للعميل او للكاستمر انه شنطه او محفظه. هو طبعا اول حاجه الجلد بيبقى ني، بيبقى مسلوخ وني. هو الجلد في الحاله دي في طبقات كتيره من الدهون، يعني هو ما بيبقاش جلد بس، فلازم يتملح علشان يعني في انواع بكتيريا كتيره تتشال هي اللي بتسبب التعفن او حاجه كده، عشان الجلد يفضل موجود معانا. بعد كده بيعدي بكذا مرحله لحد ما بيوصل لمرحله اسمها الكروم. الكروم ده بيبقى جلد عادي، ولكن لونه لون كده اسمه كروم، شبه اللون ده شويه. من بعد ده بيبقى جلد زي ما بقول لك، جلد عادي خالص، ولكن ليه لون معين. اللون ده هو اللي بيبداوا ان هم يلونوا من بعد. بيبتدي ان هو يتحط في براميل كبيره. البرميل ده بيبقى عباره عن اسطوانه كده كبيره جدا، الجلد كله بيتحط جواها وبيتحط جواها اللون، وبيفضلوا يلفوا مع بعض لمده معينه، ايام يعني. لما بيلفوا مع بعض بيبتدوا ياخدوا من بعض، والجلد يفضل في الصبغه وها لحد ما يوصل برضو لفتره معينه، فلازم يتهوى فتره معينه، وفي جلود بتتصبغ كذا مره. يعني هم بصراحه مفيش حاجه ثابته للجلد، ولكن الجلود بتاخد مراحل كتيره جدا. هي صنعه صعبه قوي وكبيره، يعني هي صنعه، هو علم مش صنعه خالص يعني. فانت قصدك ان المراحل دي اصلا دي ايام طويله؟ طبعا، علشان تطلب حاجه معينه، جلد معين، اسرع حاجه ان الجلد ده يجي لك تقريبا اسبوعين او 3 اسبوعين. ده اللي هو اللي متوفر عنده كل حاجه، المناخ والطقس والايدي العامله وكل حاجه يعني. طب انت بتشوف ان صناعه الجلد عندنا في مصر شكلها عامل ازاي؟ يعني هل هي حاجه ضخمه وكبيره؟ هو في صناعتين، صناعه الخامه نفسها، صناعه الجلد نفسها دي لا مصر متميزه جدا فيه، يعني من الخمسه الاوائل على العالم. يعني هي قديمه جدا هنا وبتتعمل كويس جدا، والجو عندنا كويس قوي، وبيخلي الحيوانات جلدها جودته عاليه، جوده مطلوبه عالميا. وبرده تصنيعه هنا محترم جدا جدا جدا، يعني جوده تصنيع الخامه بتاعه الجلد الطبيعي في مصر عاليه. هي مش الاعلى في العالم، ولكن هي من الناس الشاطره قوي يعني. اما الحاجه الثانيه هي تصنيع المنتجات في مصر، هي مش احسن حاجه، ولكن برضو لا عندنا صنعه طبعا، عندنا ناس قديمه جدا، عندنا حاجات كويسه جدا، ولكن هي مش احسن حاجه عالميا. تعريفا على الكلام ده، انه مش الماده الخام بس او الجلد هو الحاجه الوحيده اللي احنا لازم نبقى شايلين همها، هو الموضوع ده جزء من المعادله. يعني الجزء الكبير هنا بيجي فيه كل حاجة تانية بعد ما انت جبت الجلد، يعني طبعا. التصنيع بتاعه وغير الديزاين وغير الكلام ده كله، اني اطلع المنتج بجودة عالية، والفينيشنج بتاعه شبه بقى الحاجات اللي احنا بنشوفها في بره في منتجات ظريفة وبنعجب بيها والكلام ده كله. دي وراها شغل فظيع طبعا، محتاجين نتأكد انه اتعمل علشان نوصل للحاجة دي. الفينيش ده حاجة مش سهلة، انت بس بتقول الكلام، لكن عشان الحاجات تطلع مظبوطه قوي قوي كده، وكل حاجه تطلع بالظبط وتطلع زي ما انت متعود على شكلها، لا طبعا هي مش حاجه سهله نهائي. فطبعا كل المراحل دي واكتر منها بعد كده وقبل كده وكل حاجه، دي حاجه بتخلي ان التصنيع اغلى بكتير جدا من الخام. علشان تطلع منتج من الجلد الطبيعي، دي حاجه بتاخد وقت كبير، بتهدر خامه كتير، محتاجه شخص خبير جدا يعملها علشان يطلعها لك مظبوطه. خلاص بيبقى الموضوع خرج من ايدينا بتطلع غاليه جدا. والهدر ليه قيمه، يعني انت كمان في اللي انت بتعمله الهدر ليه قيمه طبعا. فانت هل بتستغل الهدر اللي بيطلع دوت يعني؟ وهل دي سياسه الورشه انه كل الناس اللي مش بيشتغلوا معاك عارفين انه الكلام دوت ليه قيمه ولا لا؟ بيطلع لنا هدر كتير جدا، احجام مختلفه،
فاحنا مقسمين منتجات كتير قوي على اساس الهادر ده منتج هادر كبير، منتج اصغر 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 اصغر، لحد ما بنوصل لحاجات صغيره جدا هي اللي بنعمل منها المنتجات الباتش وورك الكبيره. فلا احنا ممشيين الموضوع على قد ما نقدر ان احنا ما يكونش في حاجه بتترمي كتيره، ولكن المشكله في شغل الهدر ان هو بياخد وقت اكبر بكتير قوي من الشغل الطبيعي، فعلشان كده مش دايما بنخلص الهدر كله، ولكن لا يعني عاملين لها خطه ظريفه يعني لما بيجي وقتها. لو منتج من منتجات الدرويش هيسافر، ماشي، يعني هيترشح مثلا ان هو يسافر لمعرض معين او لجائزه معينه او لحاجه زي كده، هترشح ايه وتتمنى تكون بلد ايه؟ السؤال ده ارشح ايه؟ كلهم ولادي. هقول لك ممكن ارشح السفاري، شنطه السفاري دي انا بحبها قوي بصراحه. البلد مش عارف والله، مش عارف ليه، بس مش عارف، ممكن بلجيكا مثلا، ما اعرفش عنها حاجه. هنروح نجرب هناك. لا لا ممكن ايطاليا. اصل انا بشوف ان ايطاليا عندهم صناعه الجلد حلوه طبعا 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 مميزه، وكنت دايما بحس ان انت الديزاينز بتاعتك بتفكرني بحاجات بشوفها هناك. هو عايز اقول لك ان انا يعني بصراحه من اول ما ابتديت اشتغل في الجلد حاولت على قد ما اقدر ان انا ما اتفرجش كتير، علشان غصب عني لما اتفرج كتير هبقى ذوقي شبه حاجه معينه. فحاولت ان انا اقعد لوحدي امسك الخامه واعمل بيها اي حاجه تيجي في دماغي انا لوحدها خالص، علشان يبقى لي انا اتجاه. الله اعلم بقى هو راح فين، بس هو يعني دماغي راحت في انهي اتجاه، بس ده اللي حصل في البدايه. مين مع حد ما اعرفش ممكن يكون مشهور او مش مشهور، حلو قوي، عزيز عليك مثلا، ولبس الشنطه بتاعتك وانت كنت مبسوط قوي فخور بنفسك جدا؟ احمد صلاح السعدني، كنت مبسوط قوي. كنت مبسوط جدا والله. ونور النبوي برضه، بس اتبسطت لما احمد صلاح السعداني لبسها قوي. حسسك بايه الموضوع ده؟ ايوه كان بيتخانق كده والشنطه رايحه جايه. ده كان في مسلسل او كان في مسلسل لام شمسيه تقريبا. كان حلو قوي. لا كان مختار لون حلو، كنت بحبه. اتبسطت منه. ايوه ذوق حلو. هل حلمت بتصميم معين وقمت من النوم رحت عملته؟ طبعا. ده بيحصل كتير. طبعا يعني وانا سايق وانا في الدش طبعا اكيد. والله دايما والله. بتغني ايه وانت بتشتغل؟ لا انا بصراحه ما بغنيش خالص وانا شغال بجد، الا اوقات قليله. يعني انا بحس ان الصوت العالي بيخرجني من التركيز خالص. بس اوقات اغاني معينه كده اللي ممكن الراجل ده بحب اسمع الراجل ده وانا شغال. بصراحه بسمع محمد رشدي، عبد الباسط كده يعني. اوقات بحب اسمع الحاجات اللي هي الشعبي القديمه، بس مش وقت ما انت تكون لا وقت وانا مركز. لا ما بحبش حد يكلمني خالص حتى. لا خالص. بتضايق اول ما التليفون يرن. بتضايق قوي. ده الدرويش هو دلوقتي الدرويش بقى عنده ورشه وناس والكلام ده كله، بس لو الدرويش بقى مدرسه حلو قوي، يا ريت والله. ايدي على كتفك. يا ريت والله، انا نفسي قوي في الموضوع ده على فكره. بجد؟ والله مشاكلنا مع العماله، يعني عندنا بتواجهنا مشاكل كتير مع العماله، بتجيب لي الفكره دي اوقات كتير جدا جدا والله. طيب لو الدرويش بقت مدرسه، ايه الحاجات اللي انت هتبقى حريص على ان الناس لازم تتعلمها؟ رقم 1 الالتزام اكيد، يعني الحاجات الاخلاقيه اكيد 100%. الحاجات بقى اللي يتعلموها هم شخصيا، الهندسه اللي هي ماده، يعني مش كليه هندسه. المقاسات والرسم الهندسي والحاجات دي كلها، دي حاجه مهمه جدا. ترتيب الافكار، ما اعرفش دي بتتعلموها ازاي، ترتيب الافكار، لان الشغلانه هي مهنه عباره عن حاجات كتير قوي قوي قوي. ففي ناس ما بتقدرش ان هي تركز خالص، ما اعرفش ايه اللي بيحصل لما بيروح يجيب حاجه، بيكتشف حاجه فيعمل حاجه يروح لحاجه، وما يقدرش ان هو يخلص المنتج بالشكل ده خالص. يعني من الفريق بتاعك او من الناس اللي بيشتغلوا معاك في الورشه، هل في ناس انت بتشوفه مثلا تقول ده هيطلع جامد جدا، او حد بتقول لا هو مالوش في الشغلانه دي، او هو بيشتغلها بس عشان يعني هي شغلانه؟ ايوه لا
كنت بعمل كده، بس بصراحه في ناس كتير غيرت لي الفكره دي، فما بقتش اعمل كده. بنحب نجيب ناس نعلمهم احنا من البدايه، علشان يبقى كل اللي في دماغهم هي الطريقه بتاعتنا احنا، لان كل مكان ليه طريقته، احنا طريقتنا مختلفه شويه، بنتعامل مع الجلد بطريقه مختلفه، ذوقنا مختلف، كل حاجه. ففي ناس بتبقى جايه مش باين عليها خالص ان هي حابه تشتغل ولا اي شغلانه وخلاص، ممكن الله اعلم مع الوقت بيحبوا الموضوع او بيعجبهم او ايه اللي بيحصل، لا بيبقوا شاطرين. وفي ناس تانية بيبقى جاي عامل شغل قبل كده وعنده بورتفوليو وحس ان هو شاطر، لا ما حسش ان هو حب الموضوع تاني يعني، او مش مبسوط معانا، او مش المطلوب يعني من الاخر. قولي بقى الاسم ايه وبقالك كام سنه بتشتغل مع الدرويش؟ اسمي احمد عبد العزيز، بقالي حاليا 8 سنين شغال مع حسن درويش. انا اسمي سعيد سيد، اشتغلت من 2021. اسمي اسلام، بشتغل في الدرويش من سنتين. اللي خلاني ابدا شغل معاه ان هو اصلا حسن قريبي ابن خالتي، وابتديت شغل معاه فحبينا بقى، حبيت الشغل جدا والجلد، ودلوقتي ما شاء الله كبرنا المكان يعني. اشتغلت معاه عشان كنت بساعد نفسي في مصاريف الجامعه. الشغلانه دي جت صدفه، اللي هو انا كنت جاي انزل عشان هو كان اللي هو ايه صاحب اخويا وبتاع، انت فاهمني. انا عن نفسي انا كاسلام بحب الشغل المصانع، هو قال لي ان هو مش مصنع، بس انا قلت له مصنع انا هسيب الشغل. فجيت هنا لقيته ورشه، فانا قلت ورشه في مصانع، طب ازاي؟ استغربت من الفكره، ازاي ورشه في مصانع؟ فبرضه قلت اجرب، لقيت حاجه عمري ما اشتغلت فيها قبل كده. الصراحه انا كنت جاي ما اعرفش اي حاجه خالص. ابتدينا واحنا لسه صغيرين جدا من 8 سنين، فقعدنا نمشيها خطوه خطوه لحد ما كبرنا وبقينا بنجيب ناس، واتعلمت حاجات كتير. كنا بدأناها منتجات، بعد كده دخلنا في لبس سينما وحاجات سينما، وبدات اتعمق معاه اكتر ونكبر الدنيا، وحبيت شغل الهاند ميد في الجلد الطبيعي. هو القصه ان هنا الشغل هنا بيعتمد على الدماغ اكتر من الايد، مع ان الشغل يدوي اكتر، بس هو عايز دماغ. انت لو ما فكش دماغ ما تشتغلش. هو ده اكتر مكان استريحت وحسيت ان انا هو ده مكاني، وهو ده المكان اللي هقدر اطور من نفسي فيه واطور المكان اكتر. والحمد لله كنا 2 وبقينا دلوقتي تيم كبير ومكان كبير يعني الحمد لله. انا هنا بحب تجميع الشنط، التقفيله النهائيه، عشان المنتج بيظهر بشكل كويس. فتعلمت وبتاع، واحده ما واحده لقيت نفسي دخلت في سنه، مع ان انا عمري في حياتي ما استمريت في شغلانه. ففجاه جالنا لبس في مسلسل، فهنعمله ازاي؟ قلقانين، عايزين نطلع نفس الريفرنس وعايزين نعمل احلى مجهود عشان يطلع باحلى جوده. فقعدنا نضغط على نفسنا، وواحده واحده طلعنا الانتاج الحمد لله نفس الريفرنس بالظبط. طبعا مبسوط جدا ان شغلنا بيتطور وان احنا بنكبر اكتر، وشغلنا في المسلسلات والحاجات دي. اما اصحابي دلوقتي بيشوفوني شوفه ثانيه خالص. يعني مثلا انا في الاول يا عم ده شغال في مطعم، لكن دلوقتي شغال في جلد وشغال في حاجات تبع مسلسلات. فمثلا لما يشوفوا ان انا عملت حاجه في المسلسل وبطلع معاه بيقول لي ايه ده، اهو استاذ اسلام جه مش عارف ايه، فالناس الفنان جه، الفنان بتاعنا. يعني الكلام ده يعني في الاول مثلا كان عادي، فاهمني. لا انا شايف الدرويش حته حلوه قوي والله، مش عشان انا شغال فيه، انا كنت جاي ما اعرفش حاجه زي ما انا قلت لك، بس لما شفت بعيني، والمسلسلات والمنتجين بيجوا هنا وممثلين يكلموه وبتاع، وهو يروح هناك للممثلين، فقلت لا احنا في حته ثانيه خالص، فاهماني. وشايف ان احنا هنبقى في حته احسن من كده، وبراند كبير، ويجي لنا شغل اكتر من المسلسلات والافلام دي. بس ان شاء الله اللي احنا مخططين ان احنا نوصل له، ان احنا هنصدر خلاص بره اكتر بكتير، وهنكبر ونكبر المكان، ونبقى بدل ما عدد اشخاص معين، لا نبقى شركه اكبر بكتير، ونبقى مشهورين بره مصر كمان، مش في مصر بس. هل انت كنت تتخيل ان انت توصل للي انت فيه دلوقتي اول ما بدات خالص، او حتى بعد سنه ولا 2؟ لا خالص بصراحه. كنتش متخيل خالص. ممكن لان انا بركز في الحاجه اللي معايا وخلاص، يعني ما بقعدش او بحس ان اللي هو ايه، مش عايز اشغل دماغي بحاجه تانية. انا حتى ما كنتش عارف هكمل في الموضوع لا، بس انا كنت بحب الموضوع وكنت مكمل فيه لوحدي يعني، فالحمد لله. طب نفسك تبقى يعني شايف الدرويش ممكن يبقى فين كمان 5 سنين؟ 5 سنين. والله مش عارف، بس اللي انا متاكد منه ان شاء الله يعني، او اللي انا عايز اعمله وبعمله، هو ان هنفضل باستمرار نزود جوده المنتج بشكل عام، الخامه والتقفيل، الاكسسوار وكل حاجه. ده اللي احنا بنحاول في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي حالا دي
شغالين عليه، لكن نوصل لايه دي حاجه ربنا يعرفها يعني. بس نفسنا نوصل لايه طبعا، نفسنا نكون اكبر واشهر، ونكون الفريق بتاعنا يكبر، دي اكتر حاجه نفسي فيها. الفريق بتاعنا يكبر. وبس على بركه الله. شكرا يا حسن. شكرا.